ولكن غالبا غادي يكون بثمن خطير. يعني تكون واحد المخاطره اللي كاينه هنا الحياه العاديه، كاين هنا الريسك. المخاطره خاصني نقص من صديق المخاطره تكون عاليه غالبا. وما داكشي الاخر كان بزاف الطبقات. ما كنشرحش الاسباب هنا، انا غنشرح لك خفيف نزل. تخيل معايا تقدر تكون عايش دابا عادي بحال اي انسان وكتمشى عادي في الارض، لكن تحت رجليك كاين عالم اخر تماما. نبداو غادي نهضروا على قبل ما نبداو كما نقول لكم ديما لايك سبسكرايب، راه هي غنشحال هذه مليحه الفيديو، فدير لايك سيب كومونتير كما كنتي قديم جديد في القناه. معكم خوكم يحيى في فيديو جديد ويلا نبداو. اولا غنطرح واحد السؤال اللي هو واش هادشي غير خيال ان كاين حضارات تحت الارض، ولا ان كاين عالم تماما تحت الارض، ولا كاين شي حاجه مخبيه خصنا نعرفوها. الحاجه اللي خاصكم تفهموا ضروري وهي فكره البشر تحت الارض ماشي جديده. هادشي خاصكم تفهموه، بان حضارات قديمه كانت كتامن بان الارض كاين فيها بنادم. نعطيك مثال، كانت حضارات قديمه كتامن بان كاينين عوامل تحت الارض، عوالم عفوا تحت الارض، وكاينين حضارات كتقول لك ايضا زعما كتقول لك كاين مخلوقات كتعيش في الظلام، وحضارات اخرين كتقول لك مدن مخفيه كاينه تحت الارض. فهادشي وحتى في الميثولوجيا الا رجعنا غنلقاو ان اليونان ولا عالم اليونان كانت كتامن واحد الحاجه سميتها عالم هادس. يا ربي كون قلت صحيح باش ما ناكدش. ايضا مصر القديمه كانوا كيقولوا ايضا عالم السفلي كانوا كيامنوا به، والحضارات اخرى كانوا كيقولوا كهوف مقدسه الى اخره. يعني الفكره كانت ديما ماشي اول مره غتبان. غادي نعطيك واحد غادي نعطيك واحد السؤال اللي غنطرحوه اللي غادي يعطينا الجواب لهادشي كنقولوا، ولكن غادي نقولوا واش كاين دليل حقيقي. غادي نجاوبك بكل صراحه وغنقول لك ايه كاين نعم، ولكن مختلف نوعا ما، ماشي بحال كاع الادله اللي كتعطي. كاين واحد الدوله اللي هي معروفه وهي دوله الحضاره الحاليه، وهي دوله تاريخيه، وهي دوله العثمانيين وما نقوى ما يعرف. دوله تركيا. في تركيا بالضبط كاينه واحد المدينه مدينه تحت الارض سميتها ديران كيو، يا ربي يكون طقسها صحيحه. العمق ديالها كيوصل لحوالي 85 متر، وكتستقبل اكثر ماشي اكثر ولكن كتستقبل حتى يعني الماكسيموم ديالها والله اعلم الماكسيموم هو 20,000. فيها تهويه مطابخ ومخازن. غتقول هادشي بصح ولكن اللي خاصك تفهم هاد المدينه قريبه بزاف لسطح الارض، يعني 85 متر راه ما قلناش تحت الارض حتى بصح ماشي في الاعماق الخطيره. دابا غادي نفهموا باش هي اكثر ولا ابعد منطقه وصل ليها الانسان. يا مولعا بالغضب والهجر والتجنب حبك قد برح بي في جده واللعب إن دموعي غمر. بالضبط في روسيا كاينه واحد البلاصه اللي ما عرفتش واش سميتها صحيحه ولا لا، سميتها كولا سوبر ديب بورهول. يا ربي كون طقس صحيحه يا ربي. العمق 12.2 كيلو متر فقط 12.2 كيلو متر فقط، يعني 1000 من 1000 12000 متر 12200 متر كسر تقريبا 12200 متر. الحراره ديالها وليدي كتوصل 180 درجه. واش عارف 180 درجه؟ راه اكثر من وقيلا المستوى ديال الغليان المياه ولا شي كثر واقيلا 180 درجه. راه الانسان مستحيل يعيش في المنطقه والله اعلم، الا كان بدون معدات داكشي مستحيل، حتى مع المعدات كنظن ما يمكنش. ومن بعد غتجيو تقول وفين وصل هذا المشروع ديال هذه الحفره؟ من بعد نجي نقول لك وقف المشروع. غتقول علاش؟ اول انا عطيك 3 الاسباب اللي هما اسباب اساسيه اللي خلات المشروع ما يكملش، واللي هما 3 الاسباب. اولا الحراره طلعت بزاف، هذه اول حاجه. الحراره وصلت لواحد المستويات اللي كتخلع. ملي كنقولوا مستويات كتخلع انا ما كنقولش لك راه قلنا حنا 180 درجه، شنو 180 درجه؟ ايضا ثاني حاجه الصخور ولات كدوب، يعني الصخور اللي كيبغيو يهرسوا داكشي كيوصلوا ليه كدوب، تخيل معايا. وثالثا المعدات بدات كتخسر، المعدات اللي كيحفروا ولا اللي كيستعملوها اون جينيرال في ديك المنطقه كتخسر بسبب الحراره الفائقه والضغط والى اخره. دابا باش نفهموا واحد الحاجه اساسيه اخرى واللي هي قشره الارضيه، خصنا نفهموا شنو كاين فعلا تحت الارض وشنو كيقولوا العلماء. حنا ما حافرينش شنو كيقولوا العلماء والله اعلم.
داكشي شنو كيقولوا العلماء كيقسموا الارض الى طبقات، وغادي نشرح لكم الطبقات مزيان، غنشرحهم لكم مزيان، او غنشرح لكم 3 طبقات اللي هما اللي خصكم تعرفوا، ما داكشي الاخر كاين بزاف د الطبقات ما كنشرحش الاسفلت هنا، راه غنشرح لك خف نزرب. الطبقه الاولى وهي طبقات القشره، شكون غالبا كتعرفها، وهي طبقه السطح اللي كنعيشوا فيها هنايا، طبقات القشره فيها جبال فيها هضاب فيها سهول، يعني طبقات القشره. ثانيا وكاين واحد الطبقات مثل المانتل. شنو هي المانتل؟ هي الصخور الساخنه. غتقول لي كيفاش الصخور الساخنه؟ من الحوايج ديالها كاين فيها صخور ساخنه وحركات القارات، واللي هي تكتونيات القارات كما شبكات تزحزح القارات بالك. المهم هذه المسؤوله على المنطقه، مسؤوله على هادشي، على فيها صخور ساخنه وفيها حركه القارات. وثالث حاجه واللي هي النواه. النواه هو الحديد، هو حديد فيه حديد منصهر وحراره. تخيل معايا هذا الرقم، حراره ماشي رقم ولكن المهم تسمع قال لك الحراره قريبه للشمس. تخيل معايا حراره قريبه للشمس، حراره حاره بهذا المعنى، حراره متفجره. دابا منطقيا هذه البيئه اللي كنهضروا عليها وهي من نوعين ما مستحيل ان يعيش فيها الانسان، نوعا ما، شي اللي والله اعلم اعلم. ولكن باش يعيش الانسان خصنا نعرفوا شنو كيحتاج اصلا. الانسان كيحتاج اكسجين، ماء، وحراره مناسبه. نساو الماكله وداكشي خليهم من بعد، نهضروا على حوايج اللي كيحتاجهم في الثانيه ديال ولا في الساعه، ولا الحوايج الاساسيه ديال بصح. الماكله اساسيه ولكن كوميم لقيتي الاكسجين والماء راه غالبا الحراره المناسبه راه الماكله تقدر توفر غالبا والله اعلم. الاكسجين، الماء، والحراره المناسبه البيئيه. هادشي واش كاين في الارض ولا في اعماق الارض؟ غادي نسولوا راسنا وغادي نعرفوا هذا السؤال. كاين معايا الحوايج اللي كاينين في الارض اللي ما كاينينش، اللي قلناهم فراه غادي نعطيهم العصا ونقولوا ما كاينينش. اولا واللي هي ما كاينش هواء، حراره قاتله بهذا المعنى، وايضا ثالثا كاين الضغط المهول. كاينين ناس كيقولوا العكس، غادي نشرح لكم مزيان اش كيقولوا هاد الناس وشنو ما كيقولوش. الاضاءه شويه مجهده بحال هكا مزيان. غنقول لكم مزيان اش كيقولوا هاد الناس وشنو اللي ما كيقولوش وشنو غنشرح لكم مزيان. كاينين ناس كيقولوا العكس، الارض مجوفه، كاين عالم كامل داخلها، غادي نشرح لكم مزيان وغادي نفهمكم علاش كنقول هاد الهضره. علاش كيقولوا؟ قال لك كيعطيو فرضيات. اليوم غنعاود نشرح لكم مزيان الفرضيات، نعاود نشرحهم. اولا كيقول لك ان الارض مجوفه. كيفاش مجوفه؟ يعني كاين فيها تجويفات، المهم فتوحات الى اخره، دخلها والى اخره. المهم ثانيا كيقول لك ان كاينه مخلوقات تحت الارض. شنو هما؟ الله اعلم، ما تزيد تسولني. انا قلت لك كنقول لك كيقولوا في الفرضيات. كيقول لك يعني انها ما كاين كائنات ما كتبانش في السطح، يعني كائنات في الارض ما كتبانش في السطح. وثالث حاجه واللي هي نظريه ايضا مخيفه نوعا ما، وهي ان الحكومه مخبيه الحقيقه. ولكن هذه النظريه كيقولوا ما بالنسبه لي يكونوا تخربيقات، لان ما نبقاوش نديروا هاد الفرضيات. السؤال اللي غطرحه انت ولا الاخر ولا ارونو غالبا غنطرحوا واحد السؤال، هو واش ممكن اننا شي نهار كعاده الايام اننا نوصلوا سطح ولا عفوا الى جوف الارض، الى اعماق الارض تفهم. غادي نجيك من الاخر وغادي نقول لك ربما، الله اعلم، من المستقبل الله اعلم، ولكن غالبا غادي يكون بثمن خطير. يعني تكون واحد المخاطره اللي كاينه هنا الحياه العاديه، كاين هنا الريسك. المخاطره خاصني نقز نوصل ديك المخاطره تكون عاليه غالبا. ففي النهايه غادي نقول لكم حاجه بسرعه وغادي نشرحها لكم. فكره ان البشر يقدروا ولا كاينين بشر تحت الارض كتبان مشوقه، ولكن الحقيقه الارض من الداخل نجيكم علميا وواقعيا كما ماشي عالم للحياه، وهذا شيء واضح جدا. كنهضرش على 20 متر و50 متر و85 متر كما كاين في تركيا، لا كنهضر لك على 500 متر 1000 متر 1500 غادي ما عرفتش 1500 واش واصل القطر ديال الارض ولا لا، غالبا ما وصلش القطر ديال الارض والله اعلم، زعما النواه الوسط. ويمكن نقدر نقولوا اخطر حاجه ماشي هو شنو كاين تحت الارض، ولكن الحدود للعلم ديالنا. يعني ممكن ان العلم ديالنا حاليا باقي ما وصلش لذاك المستوى اللي خاصو اللي نقدروا نكتشفوا به جوف الارض. الا بغيتو نكملوا في هاد الفيديوهات بحال هكا، لايك سبسكرايب. وبغيتي فيديو جاي نهضروا على اعماق البحار ولا شي حاجه من هذا القبيل، خلي الكونسيبت عندكم، نخلي الكونسيبت ديال الفيديو الجاي في الكومونتير ديالكم. and peace.